تربية البنات مش سهلة، ولازم تحطي عينك في وسط راسك، ولازم تكوني أم وصديقة وحبيبة. والبنت بتتميز عن البنت التانية في الرقة والأنوثة والهدوء. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير كتير كتير. عاوز اعرفكم بنفسي، انا هدى سعد من قناة مدربة الحياة هدى سعد. لو أول مرة تشوفوني، اشتراك ولايك جميل كده منكم عشان الكل يستفاد من الفيديو دوت. والدال على الخير كفاعله. وتعليق حلو كده جميل منكم بصلاح الأحوال. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. بصوا بقى، الفيديو ده من احب الفيديوهات الى قلبي. انا بحب اتكلم قوي في الفيديوهات ديت. النهارده هنتكلم عن تربية البنات. بصوا، تربية البنات دي تربية مش سهلة، بس المهم انت لو مشيتي على القواعد والاسس والانضباط اللي من اول ما الطفل، من اول ما يكون عندها حتى، بصي، من اول 4 سنين كده انت كده بتشبعيها حاجات وقواعد واساسيات بتمشي عليها. اول حاجة ان انت بتشبعيها بالايه؟ بالحب والحنان، الاحضان. لازم تشبهي بنتك من صغرها، لازم تشبهيها بالاحضان والطبطبه، وتقعدي تحضني فيها، تقعدي تبوسيها، تقربيها ليكي قوي قوي قوي. بصي وتقولي لها، بصي بقى لما تيجي تتمي بقى مثلا 6 سنين وداخله المدرسه، يا دي انت احلى بنت في الدنيا، انت احلى بنت اكيد هتبقي في المدرسه. بصي بتدلعيها دلع جميل جدا، بتخليها ان هي احسن واحده في الدنيا كلها. كده بتديها الثقة في نفسها، دي أول حاجة. تاني حاجة، إن انتي لما كل بتقربيها ليكي، هي كده بتحس بالاطمئنان، بتحس بالأمان من ناحيتك. تالت حاجة، ان انتي دلوقتي هتبتدي بقى تفهميها حاجات. لما تيجي مثلا ايه، اما تروحي المدرسة، بصي زمالك الاولاد ما تقعديش بقى ايه تهزري معاهم، تلعبي معاهم. انت كده بتشبعيها من صغرها على الحياء، على ان هي تعرف حدودها مع الاولاد وحدودها مع البنات. وعاوزة افهمك كمان، لازم تخليها حدود مع الأقارب. ابن عمك، ابن خالك، ابن خالتك، كل ده بيبقى ليهم حدود، مش سبهللة. لا، ألعب مع ده، أتكلم مع ده، أخد راحتي. آه مثلا واحد كبير شوية يقول لها مثلا إيه تعالي يا حبيبتي اديني بوسة ومش عارفة ايه، لا لا لا، ما فيش الكلام دوت. علميها ان حتى ما حدش يقول لها اديني بوسة تديله بوسة، حتى لو راجل كبير. ما فيش امين في الزمن ده اصلا. واديكوا شفتي النفوس والنفوس المريضة دلوقتي مش زي زمان. كان في نفوس كويسة، دلوقتي النفوس بقت مريضة. أول حاجة بقى، تعرفي بنتك ما توديهاش في حتة لوحدها. ما توديهاش عند أي حد، مع زمايلها. تقول لك مثلا هروح يا ماما اقعد مع زميلتي شويه، لا. هروح اذاكر عند زميلتي شويه، لا. وما توديهاش عند جارتك. لو في جيران عندك عندهم اولاد صبيان، ما ينفعش ان انا اودي بنتي عندهم. حتى لو انت واثقه فيهم، حتى لو انت عارفه مامتهم وتقولي ده مامتهم مربيهم كويس جدا، برضو ما اضمنش. ما تخليش عندك ثقة في اي حاجة خالص دلوقتي، بالذات كمان دلوقتي انت بتشوفي، يعني اعوذ بالله، القصص والحاجات اللي احنا بنسمعها. الخال مع بنت اخته، والعم مع بنت اخوها، اللهم احفظنا يا رب. يعني بيبقى في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. اهم نقطة، حافظي على بنتك، ما تخليهاش تروح عند حد. شبعيها ان هي في بيتها، اللي عاوزها يجيلها ببيتها، ما تروحش عند اي حد خالص. تالت حاجة والأهم جدا، الإهانة. الإهانة، بلاش تهيني بنتك، بلاش تهينيها عمالة على بطال. وتقولي لها مثلا، أو تضربيها بالقلم على وشها، أكبر غلط.
مش معنى التربية إن أنا أعاقب، إن أنا أربي، إن أنا ألطش بالقلم، أجيب الشبشب وأضرب، أو كل شوية أهينها وأقعد أقول إن أنتِ فاشلة، أنتِ مش نافعة، أنتِ مش عارفة إيه. لأ، الكلام ده غلط يا جماعة خالص، خالص، خالص. إذا كانت الأم أو الأب ما يعملوش كده، ما يضربوش. في أساليب تانية كبيرة حلوة. وفي كمان حاجة تانية مهمة جدًا عاوزة أقول لكم، في أمهات بتتخذ عقاب. في أمهات بتتخذ مع أولادها لمّا بتيجي تزعل منهم بتستخدم معاهم العقاب. إيه العقاب ده؟ ممكن في ناس بتستخدم الضرب زي ما قُلنا، وده إحنا رافضينه نهائي. تاني حاجة بيستخدموا عقاب الخِصام. يعني ممكن البنت بتعمل غلط، الأم إيه، تخاصمها بقى لأ أنا هاخاصمِك بقى النهارده طول النهار، هاخاصمِك بُكرة، هتقعد باليومين تقول إيه، أنا مش هاكلمها خلاص. طب ما هي عملت كده، فهي فاكرة إن ده عقاب ليها، بل بالعكس أنتِ بترتكبي أكبر خطأ في حياتِك، وده هيعود عليكِ بعد كده، إن أنتِ كده بتعوّدي بنتِك إن هي ما خلاص كده أنا مش محتاجة لماما، عادي. بتعوّديها على إيه، عدم الاحتياج ليكِ، دي أول نقطة. تاني نقطة بتعوّديها إن هي لمّا بتكبر كده خلاص مش مشكلة، حتى لو حصل بينكم سوء تفاهم هتتعوّدي إن هي بتخاصم ماما، ما فيش مشكلة. ممكن تتجوّز وتروح بيتها، لو في أي حاجة هتتعوّد، ممكن تخاصمِك باليومين وال3، ممكن ما تجيلكيش أصلًا. أنتِ ليه؟ أنتِ كده بتزرعي الحاجة الوحشة في بنتِك. أكبر خطأ خِصام بناتِك، ابنِك أو بنتِك عادي. الأم والأب فاكرين إن هُم لمّا بيضربوهم أو بيقسوا عليهم هي دي التربية، دي تربية خطأ يا جماعة. أنا باشوف أمهات يا جماعة يعني بتقعد تشتم ولادها بألفاظ جامدة، وبالأم وبالأب وألفاظ جامدة. طب ما أنتِ كده بتعلّميها إيه؟ طب ما أنتِ كده بتخلّيها تكتسب منِّك، أو يصرّخوا في وشّهم، ويعملوا يعني أسلوب عصبيات. طب ما أنتِ كده بتخلّيها تكتسب العصبية، وبتخلّيها تكتسب منِّك الألفاظ، إن هي بعد كده ممكن ترُد عليكِ. أو ممكن تتكلم مع ناس تانية بالألفاظ اللي هي بتكتسبها منِّك. يبقى فين الأسلوب الأدب اللي هي بتتعلمه؟ المفروض إن الأم ما تتكلمش قصاد بنتها بأسلوب ده، أو بتتكلم بالشتيمة أو تشتمها، أو طول ما هي قاعدة تشتمها، أنتِ كذا، أنتِ كذا، أنتِ كذا، أنتِ كذا. ما ينفعش كده. أنتِ كده بتكسّري من شخصيتها أساسًا. كده أنتِ بتكسّري من شخصيتها وبتخلّيها تكتسب أخطاء وِحشة. مش هينفع، في المستقبل مش هينفع. هتلاقي بعد كده أنتِ كده أنتِ بتزرعي خطأ. بعد كده لمّا تيجي تحصدي، هتحصدي بنت بتتكلم بطريقتِك، بتتكلم بأسلوبِك، بتتكلم بكل حاجة. لإن البنت بتزرع من يعني بتكتسب من مامتها كل حاجة. الأم الصالحة البنت بتبقى صالحة، لإن هي بتكتسب منها الصلاة، ولازم تعوديها على الصلاة على فكرة من صغرها. الأم الصالحة البنت بتكتسب منها إيه، بتكتسب منها إن هي بتشوفها بتصلّي، بتعمل زيّها، بتقرا قرآن، بتكتسب إن هي بتقرا القرآن زيّها، بتتكلم بأدب، بتتكلم زيّها، بتتكلم بهدوء، بتتكلم زيّها، بتكتسب منها كل حاجة. فخلّي بالكم من النقطة دي يا جماعة، عشان أنتم فاكرين إن إيه، طَب أنا عاوزة أربّي بنتي، أربّيها، طَب ما أنا خطأ، هاربّي بنتي، طَب ما أنا خطأ، أصلح من نَفْسي الأول وبعد كده أربّي بنتي. ما أعملش الحاجات دي قصاد بنتي. في أطفال كتيرة أوي أشوفهم بيقولوا إيه، ألفاظ وِحشة جدًا. طَب أنت جِبت الألفاظ دي منين أصلًا؟ طَب ما أنت سمعتها من البيت، سمعتها من ماما، سمعتها من بابا، سمعتها من أي حد. فأنتم ليه بتتكلموا قصاد الأطفال كمان بالألفاظ دي؟ كل ده بيعود على ولادكم لمّا يكبروا. في حاجة مهمة جدًا، جدًا برضه، اوعي تفرّقي في المعاملة مع بناتِك. اوعي تقولي لأ، أصل دي قريّبة ليّا عن دي، أصل ديّة حنيّنة عليّا أوي عن دي. أصل دي ممكن يكون مثلًا أنتِ فعلًا جواكِ حاجة شوية عن دي، بس اوعي تحسّسي اللي قدّامِك إن أنتِ بتفضّلي دي عن دي. أنتِ كده بتخلقي عداوة بينهم. خلّي بالِك من النقطة دي كويس. الأطفال كلّها لمّا بيحسّوا بالموضوع ده أنتِ بتزرعي جواهم كُره من بعض. فاوعي تحسّسي اللي قدّامِك
إن أنتِ بتحبي ده أكتر من ده. يا ستي إذا كنتِ أنتِ جواكِ حاجة قصاد لحد عن كده خلّيها جواكِ، اكتميها جواكِ واقعدي ساكتة، ولا تقولي ولا تتكلمي، لإن كل ده هتخلقي عداوة بين الأختين، أو بين الولد أو بين البنت، هتخلقي عداوة. يا ستي زي قصة سيدنا يوسف، لمّا كان سيدنا يعقوب كان برضه بيفضّله عن أولاده، فجُم إخواته عملوا إيه، رموه في البير. فأنتِ كده بتخلقي كُره، فابعدي عن النقطة دي خالص، خالص. اوعي تفرّقي بين الأولاد، ما تفرّقيش بينهم خالص، خلّيها كده معاكِ، مش مشكلة. في حاجة تاني برضه مهمة جدًا، باشوف أمهات تقول إيه، ذاكر عشان أحبك، كُل عشان أحبك، اعمل واجبك عشان أحبك، ما تعملش مش عارفة إيه عشان أحبك، طب روح المشوار الفلاني عشان أحبك. هو أنتِ مش هتحبيه غير لمّا يعمل كل الحاجات دي؟ طب ما أنتِ كده بتعوّديه على حاجة أنتِ مش واخدة بالِك منها خالص، أنتِ كده بتعوّديه أو بتعوّديها إنِّك اللي بينكم مصالح، أنتِ مش هتحبيها غير لمّا تعمل لِك الحاجة الفلانية، مش هتحبيها غير لمّا ت ت تذاكر، مش هتحبيها إلا لأ، ما فيش كده خالص، ما تقوليش الكلمة دي أصلًا. أنت كل واجباتهم، كل الحاجة اللي عليهم إن هم يعملوها من غير شروط. وراك مذاكرة يبقى أقعد أذاكر، وراك واجبات أقعد أعملها، وراك إن أنا رايح في حتة، لأ روح الحتة الفلانية علشان أنت لازم تأدي الطلبات، عشان تعوّديهم كمان على المسؤولية من صغرهم، عوّديهم إن في مسؤولية، عوّديهم إن هُم لازم يروّقوا أوضتهم، عوّديهم إن هُم لازم يساعدوكِ في البيت، عندهم لازم يساعدوكِ في طلبات البيت، يجيبوا ده ويجيبوا ده ويجيبوا ده، أنتِ كده بتعوّديهم من صغرهم. لو ما عوّدتيهمش من صغرهم لمّا يكبروا مش هتلاقي أي حاجة يساعدوكِ ولا هيقفوا جنبِك ولا هيعملوا لِك أي حاجة. خلّي بالكم يا جماعة الصِغَر ده مهم جدًا، أنتِ بتنشئي من الصِغَر، علّميهم كل ده، علّميهم إن هُم يحنّوا عليكِ، علّميهم إن هُم يحبوكِ من الصُغر، علّميهم إن هُم يساعدوكِ، يبقى قلبهم عليكِ. عارفة بقى لمّا يكبروا وما علّمتيهمش الحاجات دي مش هيعملوا لِك أي حاجة، وهترجعي تقولي إيه، ده أنا ولادي ما بيعملوش، ولادي ما بيسوّوش، ولادي مش حنينين عليَّ، لأ، هُم حنينين عليكِ بس أنتِ ما عوّدتيهمش على المسؤولية من الصغر، فما ترجعيش تندمي وتزعلي. اعملي أساسيات وقواعد عشان لمّا العيال تكبر، الأطفال تكبر، تحسّي إن أنتِ زرعتِ وبتحصدي خير. وعاوزة أقول لكم حاجة كمان، إن أنتم لازم تعلّموهم العطاء، إن هُم لازم يعطوا زي ما بياخدوا. مش ياخده وخلاص، لأ، أنت لازم ت اللي أنت بتاخد لازم تعطي أنت كمان. أنا باودّيك مدرسة، باعلّمك، باصرف عليك، بأكّلك، باشرّبك، بكل الحاجات دي، أنت كمان لازم تعطي، تعرف مسؤوليات عليك، لازم تعرف إن أنت عليك واجبات لازم تعملها نحو أمك وأبوك وبيتك، كل ده أنتِ لازم تعلّموه، ده بييجي بالفطرة، أنتِ لازم تعلّموهم من صغرهم الكلام ده كلّه. آآ دي بقى المسؤولية. هنيجي للمرحلة التانية اللي هي إيه، مرحلة المراهقة. عايزة أقول لكم بقى على مرحلة المراهقة، اللي كل شوية حد يقول لك إيه، ده البنات في سِن مراهقة، خلّي بالكم عشان البنات في سِن مراهقة. طَب يا جماعة، آآ أنا مش عارفة إيه سِن المراهقة ده أصلًا، ما فيش سِن مراهقة. أنتِ طول ما أنتِ مربية بنتِك من صغرها ومعلماها القواعد والأساسيات والضوابط، ومربياها على الدين، ومربياها على الصلاة، ومربياها على إن هي الحياء والحشمة، مربياها على كل الحاجات دي، أنتِ لمّا محفظاها كل الحاجات دي من صغرها، هتيجي على السن اللي هُم بيقولوا لِك عليه السن ال15 وال16، طب ما أنتِ مشبعاها كل ده. بُصّوا بقى يا حبايبي، سن المراهقة هو ده. بُصّوا ده لعنة، 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 لعنة لكل بنت مشيّلة بنتها التليفون ده، ده لعنة، ده اللي بيقولوا عليه بقى المراهقة. أمهات كتير يا حبايبي تجيب التليفونات تدّيها لبناتها، ويعملوا عليها password كده ويقفلوه ويجيبوا ويشغّلوا حاجات والأم نايمة، الأم بقى فين؟ أنتِ مش دريانة أصلًا بنتِك بتعمل إيه على التليفون ده، أنتِ مش دريانة. بتتفرّج على إيه،
بتعمل شات مع مين، أصدقائها مين، كل الحاجات دي. طب ما هو ده اللي أنا باتكلم بقى فيه، أنتِ فين في ده كله؟ وبعدين ما ينفعش إن أنتِ تخلّي بنتِك أصلًا تقفل تليفونها، أنتِ كل شوية تعملي اسمها عارفة الوردية؟ اعملي وردية على بنتِك اعملي لها تعالي هاتي لي التليفون بتاعِك ده، أنتِ بتشتغلي في إيه؟ أنتِ بتعملي إيه؟ وأشوف وأتعلم، ولو أنا مش متعلمة أتعلم، علشان أشوف بنتي بتعمل إيه. هو ده بقى إيه السن اللي بيقولوا عليه سن المراهقة. ما ارميش نفسي في بنتي في التهلكة وأقول دي سن مراهقة، لأ. ولازم يبقى عندي أتعامل مع بنتي ب بيحصل مواقف كتير لازم أتعامل بيها بالعقل وبالقلب، لازم أبقى حكيمة، ولمّا باجي أتعامل مع بنتي في مواقف لازم أبقى حكيمة، ولمّا بنتي تغلط ما امسكهاش أدّيها علقة وامسكها أبهدلها واشتمها والكلام ده كله، كده غلط، كل ده غلط. لازم أعرف أصحابها، أصحابها مين، أشوفهم كويسين، مش كويسين، أعرف هي بتروح فين، بتيجي منين مع أصحابها، أنا أقول لها صحابِك وتسمع هي هتسمع كلامي لمّا تكون هي قريبة ليّا هتسمع كلامي، أشوف بقى لأ دي صاحبتِك دي كويسة، لأ دي صاحبتِك دي بلاش منها، ليه؟ لإن الأصحاب بيبانوا الحلو بيبان والوحش بيبان، لازم تبقى عارفاهم كويس أوي ودارساهم قبل ما بنتِك تختلط بيهم. لازم هي كده هتختلط بالبنات، أنتِ مش هتمشي معاها في كل حتة، بس أنتِ بتعرّفيها الصح من الغلط. بنتِك غلطت هتعملي إيه؟ غلطت في موقف أو أي حاجة، أقعد معاها كده يا حبيبتي ده غلط، لأ ما اعملوش تاني. جيتِ أنتِ بقى ما عملتيش الحكاية دي، ومسكتِ وضربتِ وشتمتِ وعملتِ، بنتِك هتبعد عنِّك، مش هتيجي تحكي لِك على حاجة تاني، مش هيبقى في بينِك ثقة، ما فيش في بينِك وبينها أمان، ما فيش الكلام ده خالص. هتعملي إيه بقى؟ أنتِ كده بنتِك هتسيبِك، هتروح تعمل إيه بقى، هتكلم مثلًا إيه، صاحبتها، وصاحبتها تقول لمامتها، وممكن مامتها تقول لها طب تعالي يا حبيبتي تعالي ونقعد نتكلم، بس ممكن يوجهوها غلط، مش هيوجهوها زيِّك أنتِ، أنتِ أمها هتبقى عاوزة مصلحتها، أنتِ عاوزاها أحسن واحدة في الدنيا، عاوزاها أحسن منِّك كمان، فلازم تخلّي بالِك من النقطة ديّة، عشان بنتِك ما تلجأش لصاحبتها أو مامة صاحبتها. أنا عن نفسي والله كان ساعات بناتي وصحابهم بييجوا يتكلموا معايا، كانوا بيقولوا لي: "يا ريت ماما تستمع زيِّك كده وتتفاهم معانا." في أمهات يا جماعة مش متفاهمة خالص مع بناتها وده أكبر غلط، لازم تخلّيها قريبة ليكِ أنتِ مامتها، صاحبتها، حبيبتها، لازم تخلّي بينكم الثقة كده بينكم أنتم الاتنين، ولازم تثقي فيها وتخلّيها تثق في نفسها، عندها الثقة بنفسها. دايمًا حسّسيها بالأمان من ناحيتِك، وحسّسيها إن هي مش خايفة منِّك، وإن هي كل حاجة بتيجي تحكيها لِك بنَفْس راضية، وإن هي حابة إن هي تحكي لِك، عشان أنتِ يعني هي مستنية منِّك النصيحة، وإن هي هتحب إن هي تسمعها، ومش متضايقة ومتأذية إن أنتِ بتقولي لها الكلام ده، لإن أنتِ أخدتيها على كده من صغرها. ما بعدتيش عنها، اوعي تبعدي عن بنتِك، خلّي بالِك ما تبعديش عنها خالص، خلّيها قريّبة ليكِ، دي النقطة المهمة جدًا في تربية البنات، اوعي تبعدي عن بنتِك، واوعي تخاصمي بنتِك في يوم من الأيام، خلّيها كده تحت حضنِك، على طول مطبطبة عليها، على طول حاضناها، على طول مخلّياها جنبِك، على طول عينِك عليها، ما تسيبيهاش، آآ، على طول تبقوا مع بعض، أهم حاجة إن أنتم على طول جنب بعض ومع بعض. وخلّي بالِك لو حسِّت بالخوف من ناحيتِك، كده فقدت الأمان منِّك، خلاص عمرها ما هتيجي تحكي لِك على أي حاجة تاني تحصل لها، أبدًا خالص، ودي هتبقى أخطر حاجة بينكم وبين بعض، لإنها هتلجأ لحد تاني والله أعلم، هيحصل كوارث برّه، ممكن أنتِ تكوني برضه مش عارفاها، لإن أنتِ بعيدة عنها خلاص، أمّا تيجي تحكي لِك على حاجة خُدي وادّي معاه في الكلام حتى لو أخطأت، خلّيكِ بقى عاقلة وخلّيكِ حكيمة، خلّيكِ بتفكّري بعقلِك وبقلبِك في نفس الوقت، عشان بنتِك تبقى جنبِك وفي حضنِك وما يحصلش الكوارث اللي بنسمع عنها، لا قدّر الله.
أهم نقطة في تربية البنات يا جماعة النقطة دي، وتحفظيها من صغرها تخاف على جسمها، وتعوديها من صغرها. جسمك غالي عليكِ يا حبيبتي، اوعي حد يلمسِك، حتى كده بُصّي اللمس، ما حدش يلمسِك، ما حدش يلمس إيديكِ، ما حدش يلمس جسمِك ده خالص، جسمِك ده ما حدش ييجي جنبه، ما حدش يبوسِك في خدِّك، ما حدش ييجي جنبِك، عوّديها على كده من صغرها، إن كل الحاجات دي مهمة، هي هتتشبع بيها، البنت هتطلع زي الفل. عوديها على الصلاة، عوديها إن هي تخاف من ربنا، عوديها على كل الحاجات دي، عارفة لو عودتيها على كل ده بنتِك هتطلع أحسن بنت، ومش هيبقى عندها سن المراهقة اللي هُم بيقولوا عليه دلوقتي، ولو خدتِ بالِك منها في كل تفاصيلها، في كل حاجة هتعملها، مش هتلاقي بنت زي بنتِك. وفي حاجة تاني برضه، البنت في بعد السن ال12 وال13 لازم تبقى عينِك عليها جدًا، جدًا، لإن ممكن ييجي لها البيرد في السن دوّة، فأنتِ لازم تفهّميها الحاجات دي، واقعدي معاها وصاحبيها اوعي تتكسفي منها، لإن في حاجات مهمة لازم تعمليها، لازم تعلّميها النظافة الشخصية بتاعتها، وتفهّميها إن لازم تغيّر إزاي، ولو جات لها البيرد ما تتخضّش، لو نزل عليها نقطة دم ما تتخضّش، أنتِ كده بتفهّميها من قبل ما الحاجة ما تحصل. ما كنتيش أنتِ تفهّميها، مين اللي هيفهّمها؟ فأنتِ الأم في كل حاجة، لازم تفهّميها النقطة دي، ولازم تفهّميها إن هي على طول تتشطّف، على طول تبقى ريحتها حلوة، ما تخلّيش حد ينتقدها، على طول مسرّحة شعرها، على طول شكلها نضيف، ما تخلّيش حد يقول لأ أنتِ إيه اللي مخلّية بنتِك، واوعي تهينيها قصاد أي حد، اوعي، ولا تحسّسيها إن هي أقل من أي حد، ولا حد ييجي جنبِك يقول لِك يكون عندكم، والّا أنتِ تكوني عند حد مثلًا يقول يا بنتي تقول لها دي مش فاشلة، دي مش عارفة إيه، دي ما بتستحمى كل فترة، اوعي حسّي كإنِّك إن أنتِ تقللي من بنتِك قصاد أي حد، أو تهينيها قصاد أي حد، أنتِ كده بتخلّيها تفقد الثقة بنفسها، وبتخلّيها يعني هي بتاخد منِّك موقف خلّي بالِك. والموقف ده بيفضل عندها في قلبها حتى من صغرها لغاية أمّا بتكبر، فبلاش الأمور دي يا جماعة، بلاش، خدي بنتِك في حضنِك وعلّميها كل الحاجات دي، ما تتكسفيش منها، وعلّميها المنطقة الحساسة، إن هي المنطقة دي لازم تخاف عليها زي عينها، ولازم بُصّي ما حدش اوعى حد ييجي جنبها، اوعى حد بُصّي اقعدي كلميها الكلام ده كله من صغرها، أنتِ كده بتشبّعي فيها كل الحاجات دي. آآ طول ما أنتِ بتشبّعي فيها كده، وطول ما أنتِ بتخلّيها تخاف على جسمها، وطول ما أنتِ بتعوّديها على الحاجات الحلوة، وطول ما أنتِ بتعلّميها على النضافة، وطول ما أنتِ بتخلّيها تسرّح شعرها، وطول ما أنتِ بتقعدي تقولي لها أنتِ أمورة، أنتِ حلوة، أنتِ أحسن واحدة في الدنيا، كده أنتِ برضه بتخلّيها طايرة من على الأرض طير، وبتخلّيها حُبّها بيزيد ليكِ أكتر وأكتر، بتخلّيها على طول هي من نَفْسها تبقى جنبِك في حضنِك، مش هتروح برّه. حتى لو حد، وعاوزة أقول لِك كمان إن أنتِ طول ما أنتِ بتحسسيها بالحب والحنان ده من ناحيتِك على طول، مهم جدًا إن أنتِ تحسسيها بالحب والحنان ده على طول أنتِ وباباها، وباباها كمان بيبقى أكتر، لإن باباها لو حسسها بالحب والحنان والطبطبة وشبعها بده، مع أول حد هييجي يقول لها كلمة حلوة خلاص هي كده متشبعة من عند باباها، لإن باباها ده هو يعني الراجل اللي هو بتشوفه القدوة بتاعها في البيت. بيشبعها بالحنان، إنما لو كلكم بعدتوا عنها وباباها ده بعيد عنها وأنتِ بعدتِ عنها، أي حد هيقول لها كلمة حلوة هتضعف قصاده، أنتِ كده بتعملي كوارث، لذلك باقول لِك شبعيها بالحب والحنان والاطمئنان معاكِ، وخلّي باباها نفس القصة يبقى معاكم، كده بنتِك هتبقى في أمان. أهم حاجة ربّي بنتِك على العفة والحشمة والحياء، وعلّميها على الدين، وعلّميها على الخوف من ربنا، كل ده من صغرها، هتطلع بنتِك أفضل بنت في الدنيا. بس، وده كان موضوعنا النهارده عن البنات وتربية البنات،
ويا رب لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش بقى بلايك. واهم حاجة اللايك يا جماعة، عشان اللايك ده يرفع الفيديو وكله يستفاد من الكلام. وتعليق حلو منكم كده، عشان التعليق ده بيسعدني وبيسعد قلبي. ما تستخسروش فيا كلمة حلوة، وما تستخسروش فيا اللايك. واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.